واو واو، غدانا النهاردة غدا ياباني، سوشي يا جماعة، سوشي بس بطريقة جديدة. يلا بينا نشوف غدانا بالياباني. برجر سوشي، برجر سوشي، طريقة جديدة طبعا للسوشي. حاطين عليها الصوص، ندوق كده الصوص معاكم. وطبعا حاطين السمسم زي ما احنا شايفين. حبوب السمسم مفيدة جدا يا جماعة اهي. تحفة، الصوص مع السمسم تحفة. وطبعا هو سبايسي شوية. طبعا بقى هنا المفيد كله زي ما احنا شايفين كده، طبقة الرز مع الجمبري والطحالب والحاجات وطبقة كابوريا وحاجات جميلة. نتذوق كده. برغم ان هي اكلة صغيرة بس مفيدة. شايفين عاملين طبقة الرز وعليها طبقة الصوص مع الجمبري والطحالب والكابوريا. الله عليك، الله عليك يا حبيب والديك. نشوف الطبقة الخارجية بقى. الطبقة الخارجية زي ما احنا شايفين طحالب، لفينها بالطحالب. هي عبارة عن كرة القرص ملفوفة بالطحالب ومقلية اهو، مقرمشة كريسبي. بس هي كرة رز اهي زي ما احنا شايفين كلنا، وفيها المفيد كله، قطع الكابوريا، الجمبري، السلمون، وعليها صوص. الصوص لاذع شوية حمجي مع السبايسي مع السمسم، مديها طعم جميل جدا. الطعم ولا اروع ولا اجمل. اهي يا جماعة دي الطبقة الداخلية لكرة القرص، ودي الطبقة المقلية من بره، الطبقة الخارجية. انصحكم تجربوها، طعمها حلو، وجبة صغيرة بس شهية جدا ومشبعة جدا، لانك طبعا هتاكلي كرة مفيدة، هتاكلي اكلة حجمها صغير بس مشبعة جدا جدا جدا. هي التينة عبارة عن كورتين، الكورة مقسومة 2 اهي، نص ونص. تجيلك الكورة مقسومة 2. شكرا ميسيو سوشي، شكرا ميسيو سوشي.